هنسمي الله ونصلي على الرسول ولايك وشير ومتابعه للصفحه، ويلا بينا ندخل في الوصفه بتاعتنا. معايا هنا الاساس المكون معانا في الوصفه كاستر. بودره الكاستر دي عندي على طول في البيت يا جماعه، ما بستغناش عنها. حطيت 3 معالق من بودره الكاستر كده في قلب الوعاء اللي هشتغل فيه او في قلب الحله، وحطيت عليهم حوالي 5 6 7 معالق من السكر. وطبعا السكر حسب الرغبه، طبعا بتحبي انتي سكرك كتير او شويه في الحلويات بتاعتك. وحطيت عليهم كمان كيلو من اللبن الحليب بلدي، مش مبستر خالص يا جماعه، كيلو لبن حليب بلدي تمام من عند اللبان. اندمج مع بعضه والكاستر ما يكتلش معايا. وبعد كده رفعتهم على النار بكتله التلج اللي هي اللبن دي، ساحت كلها مع بعضها. فضلت اقلب فيها لحد ما بقبقت. مهم جدا ان هي تبقبق معانا بالشكل ده، عشان لو ما عملتش الحركه دي معانا الحلو بتاعنا هيبوظ مننا لو بات تاني يوم. وكمان اللبن مش مغلي، لازم نغليه تمام، لازم نغليه واحنا بنعمله، يعني لازم يبقبق كده. غطيتها وسبتها لما ترتاح خالص، وغطيته شويه عشان ما تقشرش معايا او تعمل طبقه كده من القشره ملهاش لازمه تمام. الخطوه اللي بعد كده بقى، احنا مش هنعمل كاستر وخلاص يا جماعه، الكاستر اي حد بيعمله. معايا معلقتين من الكريم شانتيه الخام ماركه المتحده تمام. حطيت عليهم 3 معالق من السكر وكوبايه من الميه المثلجه، ورحت جايه خفقاهم كده مع بعض. ما رضيتش احط لبن بقى بما ان الحلو بتاعي كله معمول بكيلو لبن. وبعد طبعا ما مكونات الكاستر بردت معايا، ضفتها هنا في قلب بوله العجان اللي انا عامله فيها الكريم شانتيه تمام. بعد ما بردت معايا خالص، ناخد بالنا علشان لو حطيناه وهو سخن هيسيح معانا الكريم شانتيه، فهيبقى مش لطيف معانا. وبدات ان انا اخفقهم بالشكل ده لحد ما كل حاجه امتزجت مع بعضها، وبقى الكريم شانتيه مع الكاستر كله مندمج مع بعض الدنيا. حطيت بقى المكونات بتاعتي كده بعد ما اندمجت في قلب علشان طبعا المكونات معايا سميكه شويه، انتوا فاهميني، فبالكبشه مش هتبقى لطيفه لو حطيناها. انت ما عندكيش تقدري تعمليها بالكبشه بالكرنيب بالمعلقه زي ما تحبي. ورحت جايه حطها في قلب البولات كده بالشكل ده. عايزه اقول لكم طعمها كريمي قوي وطعمها حلو وغني قوي، يعني الحلو بتاعي مش كاستر وخلاص، انتوا فاهميني. الكريم شانتيه طبعا يعني معزز الطعم ومخليه طعمه احلى واجمل كمان. حبيت ان انا ازينها. هنا كنت عندي شويه سوداني فرمتهم كده، ورحت جايه حطاهم على جنب كده من البولات، وحطيت زينتها بورد محمدي نفس اللي احنا كنا شايفينها بره بالظبط. يعني حتى انا يعني قالوا لي نفسها بالظبط وشكلها يا ماما، قلت لهم يلا بالف هنا وشفا، ولا الحوجه للمحلات والاسعار الغاليه. هنا حطيتها في قلب التلاجة بقى علشان تسقع. وهنا بعد ما طلعتها من قلب التلاجة كريميه برضو، بصوا حاجه كده تحفه بسم الله ما شاء الله. لو حطيتها في الفريزر هتلاقي طعمها ايس كريم على طول على فكره، يعني مش تفرق حاجه عن الايس كريم بس بطعم الكاستر. فدي فكره جديده لو انتوا حابين تعملوها بالايس كريم تمام. يا رب الفيديو يكون لاعجابكم، ومستنيه منكم تعليقاتكم الجميله، واسيبكم في رعايه الله وامنه. كانت معاكم ايمان. حطيتها في قلب التلاجة بقى علشان تسقع. وهنا بعد ما طلعتها من قلب التلاجة كريميه برضو، بصوا حاجه كده تحفه بسم الله ما شاء الله. لو حطيتها في الفريزر هتلاقي طعمها ايس كريم على طول على فكره، يعني مش تفرق حاجه عن الايس كريم بس بطعم الكاستر. فدي فكره جديده لو انتوا حابين تعملوها بالايس كريم تمام. يا رب الفيديو يكون لاعجابكم، ومستنيه منكم تعليقاتكم الجميله، واسيبكم في رعايه الله وامنه. كانت معاكم ايمان.